السؤال المشهور بتاع ليه النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج أكتر من مرّة، وليه تزوّج السيدة عائشة وهي صغيّرة؟ قبل ما أجاوبك على السؤال ده، لازم بس نفهم نقطة، إن غالبًا اللي بيطرح الأسئلة دي أو بيثيرها هو مش الهدف إنه عايز يفهم، لكن الهدف إنه عايز يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وعايز يشكّك وخلاص، بدليل إنّك أنت هذه النقطة ما هياش هي اللي هتخلّيك تؤمن أو تكفر، ده حاجة شخصية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لمّا بترُد عليه ما بيقتنعش ولا عايز يفهم، هو بس بيثير النقطة وخلاص. طيب، بس إحنا برضه هنشرح هذه النقطة وهنرُد عليها علشان نكون فاهمينها كويس. مفتاح فهم مسألة التعدُّد ومسألة الزواج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنّك تفهم إن الزمن غير الزمن، ما ينفعش تحكُم على حاجة حصلت من 1400 سَنة، سلوك الإنسان في وقتها غير سلوك الإنسان حاليًا. ما ينفعش، كإنّك بتقول لي هو ليه أيام الفراعنة ما كانوش بيبعتوا إيميلات، دي حاجة ودي حاجة، ما ينفعش تحكم على حاجة في وقتها إلا لمّا تشوف الظروف وقتها عاملة إزاي، يعني مثلًا لمّا تشوف إن في وقت من الأوقات ولحد يمكن من قرون قليلة، كان عدد الرجالة قليل جدًا مقارنةً بعدد الستات، لإن الرجالة بتموت كتير جدًا بسبب الحروب والصيد والخروج للعمل وللسفر تعرّضوا للحوادث وللمجاعات وللمشاكل في الطرق اللي بيروحوا لها، فبيتبقى نساء كتير من غير زواج، والمرأة ما كانتش تقدر تعول نفسها ولا تقدر تدافع عن نفسها، فلازم يكون في راجل يحميها ويعولها، وإلا تضيع وتموت، فكان الطبيعي إن الراجل لازم يتجوّز كتير عشان يحمي الستات دي كلّها وعشان يعولها وعشان ينفق عليها، هو ده الطريقة الطبيعية. الصحابة لمّا النبي صلى الله عليه وسلم أو لمّا القرآن أتاح ليهم أو أباح ليهم إن هم يتزوجوا 4 ما كانوش فرحانين، قالوا ياه! أخيرًا هنتجوز 4 بالعكس، ده حَط لهم سقف، كان العادي إن الناس بتتجوز 10 أو 20 ده هو كده حسّوا إن إيه، إن الإسلام حَط لهم قيد، إن آخرنا في الجواز 4 ما ينفعش تتجوز أكتر من 4 يعني شوف الوضع ساعتها كان عامل إزاي عشان تقدر تفهم. طيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي اتجوّز كتير؟ آه اتجوّز كتير، وده دليل إن السنة والسيرة اتنقلت بصدق وفيها كل التفاصيل، وكل زواج النبي صلى الله عليه وسلم تزوّجه مكتوب اتزوّج مين واتزوّج ليه واتزوّج إزاي وظروفه إيه والهدف منّه إيه، كل ده. والزواج هنا ما كانش الهدف منّه هو متعة أو رغبة شخصية، لأ، العكس تمامًا، الرسول صلى الله عليه وسلم في عِز شبابه ولحد لمّا كمّل 50 سَنة ما كانش متزوّج غير من السيدة خديجة فقط. يعني في عِز الشباب وفي عِز القوة كان متزوّج زوجة واحدة فقط. بعد السيدة خديجة كل اللي اتجوّزهم كان كل زواج ليه ظرف وليه هدف معيّن، يعني إمّا هدف سياسي علشان يعمل علاقة مع قبيلة زي السيدة جويرية مع قبيلة بني المصطلق، أو السيدة صفية مع زعيم اليهود، أو أم حبيبة بنت أبي سفيان عشان يعمل تواصل مع قريش سيد مكة أبو سفيان. أو عشان تشريع زي السيدة زينب عشان يحرّم التبني، أو عشان يرعى الأرامل والمطلقات زي السيدة سودة أو أم سلمة، أو عشان يكرّم الجواري ويعمل علاقة مع الأقباط أو مع اليهود السيدة ماريا. كل اللي تزوّجه النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء السيدة عائشة كانوا أرامل ومطلقات أو إماء، يعني عبيد وجواري، والرسول كرّمهم وتزوّجهم. ما تزوّجش ولا واحدة بِكر عذراء إلا السيدة عائشة. طيب، يبقى الهدف ما كانش بقى إيه، متعة، ما كانش رغبة شخصية، وإلا كان ممكن إن هو يلِم جواري كتير جدًا بما إنه قائد الدولة وحاكم الدولة، وكان ممكن يعيّش الزوجات دول في بيوت ترف وعِز ورفاهية، إنما في الحقيقة لأ، ده كانوا عايشين في تقشُّف، كانوا عايشين أبعد ما يكون عن مُتع الدنيوية. أمّا نيجي نتكلّم بقى عن زواجه بالسيدة عائشة تحديدًا، السيدة عائشة تزوّجها وهو عندها 9 سنين، لكن وقتها وظروفها وزمانها ده كان شيء طبيعي جدًا. في الزمن ده ولحد مثلًا من 200 أو 250 سَنة، هتلاقي إن المرأة الشكل الطبيعي إنها تصل لسِن البلوغ تتزوّج فورًا، ده حاجة عادية جدًا. يعني ولمّا ترجع للتاريخ تلاقي كده، كل الملكات وكل الستات اللي مذكورين في التاريخ بيتزوجوا عند 13 سنة، 12 سنة، 10 سنين، 9 سنين، ده السن الطبيعي للزواج زمان، حتى ملكات أوروبا وملكات إنجلترا لحد قريب، حتى السيدة مريم العذراء أم سيدنا عيسى ولدت عيسى عليه السلام وهي عندها 12 سنة في معظم الروايات.
فما كانش عندها 20 سنة والّا 30 سنة، فده كان الأمر الطبيعي زيه زي أي كائن حي، ما كانش في حاجة اسمها مراهقة أو تخلّص تعليمها، هو طفل تبلغ تتزوج، ده شيء طبيعي زي أي كائن حي، أنت لو مربي قطة والّا كلب ووصل لسن التزاوج وما اتجوزش بتلاقيه مش ما ينفعش، مش هيقدر يعيش. هو طالما بلغ لازم يتزوج، فالإنسان كده. طيب الذكر كان بيتأخّر شوية، اتأخّر دي يعني هيبقى 15، 17 سَنة، ليه؟ عشان هو اللي بيعول الأسرة، لازم يكون عنده القوة والقدرة إن هو يعول ويفتح بيت، إنّما البنت بتتزوج فورًا، وده ما كانش حاجة مستغربة خالص وقتها، ما ينفعش زي ما قُلت تقارن الزمن غير الزمن، زي ما بنقول أسامة بن زيد كان قائد الجيش وعنده 17 سَنة، النهارده 17 سَنة ده في أولى ثانوي. إزاي كان قائد الجيوش وعنده 17 سنة؟ عنده الخبرة والقدرة والحكمة والقوة إنه يقود جيوش وعنده 17 سنة؟ آه، لأن الزمن غير الزمن، المعرفة الإنسانية والقدرة والبيئة اللي بينشأ بيها الناس ما بتقولش اللي عندها 9 سنين دي طفلة، لأ دي امرأة بالغة، خلاص مختلف، زي ما قُلت ترجع زمان تلاقي الملوك كانوا بيتزوجوا مئات، رمسيس والّا سيدنا سليمان والّا سيدنا داوود والّا سيدنا إبراهيم والّا سيدنا يعقوب والّا سيدنا موسى، كلّهم كانوا بيعدّدوا في الزوجات، وكل سِن الزواج تلاقي عند المرأة 9 سنين، 10 سنين، 12 سنة، 13 سنة، ده العادي جدًا، ده الطبيعي جدًا. تمام، ماري أنطوانيت شوف لمّا اتزوّجت كانت كام سَنة، شوف الملوك بتوع بريطانيا وبتوع أوروبا كلّهم بيتزوّجوا كتير جدًا والملكات سِن الزواج صغيّر جدًا، ده العادي في الزمن ده ولحد قريّب. طيب لو قُلنا إن ده كان شيء مش طبيعي أو كان حاجة غريبة، مين اللي المفروض يزعل، مين اللي المفروض يعيب على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ الكفار كانوا بيعيبوا على النبي في كل حاجة، كانوا بيهاجموه في كل شيء، يقولوا شاعر، يقولوا كاهن، يقولوا مجنون، وكانوا بيعايروه إن هو أبنائه الذكور ماتوا، يقولوا الأبتر تمام، ويقولوا لأ ده ما لوش نسل، طب ليه ما هاجموهوش في النقطة دي، إن هو تزوّج كثير أو إن هو تزوّج واحدة سنها صغير، لإن ده كان الطبيعي والعادي وقتها، ما كانوش شايفين أي حاجة غريبة. السيدة عائشة كانت أصلًا مخطوبة قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ليها، يعني قبل ما النبي يتزوجها كانت مخطوبة أصلًا، أنت متخيل؟ فده كان شيء طبيعي جدًا بالنسبة لهم، وبعدين أهل الزوجات ديّة سيدنا أبو بكر والّا سيدنا عمر والّا أبو سفيان والّا غيره ما هاجموش ليه النبي صلى الله عليه وسلم أو زعلوا منه إن هو تزوج كتير أو إن هو تزوج طفلة صغيرة، لأ ما كانتش طفل، ده كان شيء عادي وقتها إن دي امرأة كبيرة. تمام؟ ف الزوجات نفسهم، الضحايا نفسهم، ليه ما فيش زوجة طلعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما مات وقالت ده أنا ما كنتش مبسوطة، أنا كنت مظلومة عشان الرسول كان متزوج كتير، أو السيدة عائشة ليه ما طلعتش بعد الرسول ما مات وقالت ده أنا كنت طفلة وضحكوا عليَّ وزوجوني براجل كبير، بل على العكس الزوجات وأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على يعني حُب وتعلُّق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان قرآنًا يمشي على الأرض، والسيدة عائشة تقول كان قرآنًا يمشي على الأرض، توصف سلوكياته وتوصف أخلاقه وتوصف تصرفاته، ولم يجدوا عليه في شيء لا في حياته ولا بعد ما ماته، إلا في نقطة واحدة اللي هي نقطة النفقة، وده يؤكد إن المسألة ما كانتش متعة ورفاهية وترف وخلاص، يعني المرّة الوحيدة اللي الزوجات اشتكوا للرسول مش اشتكوا لحد تاني، كانوا بيشتكوا من إيه؟ من قلة النفقة، من التقشُّف، من إن الرسول صلى الله عليه وسلم مش معيّشهم في ترف. النبي لمّا يعني غضب واعتزلوهم فترة ونزل القرآن الكريم وخيّرهم، عايزين يتطلّقوا وتعيش اللي عايزة تطلّق وتعيش حياتها وتتمتّع بالدنيا تعيش، واللي عايز تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع بهذه الطريقة ترضى، فكلّهم رضوا واختاروا النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا كلّها. السيدة عائشة عاشت بعد الرسول حوالي 50 سنة، تعلّم الناس السنة وتعلّم الناس الحديث وتعلّم الناس سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومعاملته لأهل بيته، ويمكن ده الحكمة إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها صغيرة، عشان تفضل بعديه سنين تعلّم المسلمين والمسلمات سلوكيات وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنشر السيرة وتنشر العظمة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. هذه النقطة أبدًا ما تتكسفش منها، وأبدًا ما بنداريش عنها، بالعكس دي نقطة قوة ونقطة صدق إن السيرة والسنة النبوية انتقلت إلينا بمنتهى الصدق وبمنتهى الأمانة، وما حدش غيّر ولا جمّل فيها ولا حاول يداري حاجة منها، وكل نقطة فيها معروفة اتعملت ليه، اتعملت إزاي، والنبي صلى الله عليه وسلم عظمة، عظمة في سلوكياته، عظمة في تصرفاته، عظمة في تعاملاته مع زوجاته ومع أبنائه، فنفتخر بيه ونقتدي بيه صلى الله عليه وسلم.